هلا والله شباب بنات، حياكم الله. اليوم حنلعب لعبة فيفا موبايل. الحلقة الثانية. لا تنسون زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد من القناة. طبعا اليوم حنتكلم بخصوص موضوع تصفيات كأس العالم في قارة آسيا. طبعا هاي البطولة كأس العالم اللي يتمنى صعود، يعني المنتخبات كلها تتمنى أن تصعد لكأس العالم. فكأس العالم بطولة مميزة جدا ونمبر 1 بكرة القدم. فاليوم حنحكي على تصفيات كأس العالم في قارة آسيا ونجاوب على الأسئلة: شو وقت كأس العالم، شو وقت مباريات العراق بالتصفيات والمجموعة وكل ما يخص التصفيات. فنبدي الآن. العراق يقع بمجموعة واو، مو دبوب جلاء، بالكم راح بعيد. مجموعة حرف واو بيها العراق المتصدر، وفيتنام المركز الثاني، والثالث الفلبين، والرابع اندونيسيا. هما الفلبين واندونيسيا متعادلين بالنقاط، هم 1-1، يعني لعبوا مباراة بيناتهم وتعادلوا. فبأول مباراة فزنا على منتخب اندونيسيا 5-1 في ملعب جذع النخلة. والمباراة الثانية اللي لعبنا بها ضد فيتنام، وميمي رفع راسنا وحط جول بكله بالدقيقة الأخيرة، ورفع راسنا وفوزنا. فحاليا العراق المتصدر بالمجموعة هاي ب6 نقاط. طبعا إذا العراق فاز بالمباريات الأربعة القادمة اللي بالتصفيات، حيكون المركز الأول ب18 نقطة. Oh my God! فعندنا 4 مباريات. أول مباراة ضد الفلبين الساعة 10 بالليل. هنلعب تاريخ 21/3/2024. والمباراة الثانية أيضا ضد الفلبين الإياب. زين، همين نلعب يوم 26/3/2024 الساعة 2 الظهر. وعندنا مباراة وراها ضد المنتخب الأندونيسي، ضد المنتخب الأندونيسي يوم 6/6/2024 الساعة 6 العصر أو 6 المغرب. وأيضا مباراة الأخيرة بالتصفيات ضد فيتنام الساعة 6 العصر، همينة 6 المغرب 6 العصر، اعتبروا أي شيء. 6 المغرب همينة بتاريخ 11/6/2024. همينة حنلعب ضد فيتنام. طبعا إذا العراق طلع مركز أول أو ثاني، يروح يعني بس هاي المجاميع يعني يتأهلون من عندها فقط الأول والثاني على المجموعة. والبطولة بها 36 منتخب، أو التصفيات بها 36 منتخب ومقسمة على 9 مجاميع. المركز الأول والثاني يتأهلون فقط من هذه المجاميع. وطبعا اللي يتأهلون حيصيرون شقد 18 منتخب، حيقسموهم من 3 مجاميع. هاي 3 مجاميع كل مجموعة بها 6 منتخبات، يحطون كل مجموعة 6 منتخبات. فقط المركز الأول والثاني يتأهلون رسميا لكأس العالم وتصفيات أو كأس العالم 2026. والمركز الثالث اللي حيطلع على هاي المجموعة، يعني مثلا المجموعة الأولى اللي يطلع عليها مركز ثالث، المجموعة الثانية يعني اللي يطلع عليها المركز الثالث، المجموعة الثالثة اللي يطلع عليها مركز ثالث، ياخذون ثالث المجموعة من كل مجموعة، فيصيرون شقد 3 منتخبات يحطوهم بمجموعة واحدة. واللي يطلع متصدر هاي المجموعة، يعني يطلع الأول على هاي المجموعة متصدر،
هو همين يتأهل ويا باقي المنتخبات اللي تأهلوا بكأس العالم 2026 اللي حيقام بكندا وبأمريكا وبالمكسيك. وهذا كل ما يخص الموضوع. ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات حتى يوصلكم كل شيء جديد من قناتي وبس. ومع السلامة.